السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله كلكم تكونوا بأتم الصحة والعافية. معكم بيج بوس ومدير كبير. شوفوا يا جماعة الخير، في البيت عندنا خصوصا لما انا كنت صغير كانت في حكاوي واساطير بتنقال عن صلعة من اقوى الصلعات اللي انا شفتها بحياتي. يا شيخ الصلعة دي اقوى من صلعة كريتوس وهيتمان مع بعضهم، متخيلين معايا؟ وانا جماعة الخير حرفيا ما اكذب عليكم، الصلعة دي في يوم من الايام حققت امنيات اخواتي، متخيلين معايا؟ وفي نفس الوقت نفس الصلعة في يوم من الايام حرفيا بقت لي زي الكابوس. والصلعة دي يا جماعة الخير هي صلعة الوالد الله يحفظه. الوالد الله يحفظه يا جماعة الخير دائما متعود انه يحلق راس الصلعة، بالتالي واحنا صغار بالذات كنا بنحب احنا نلعب حول الصلعة دي ونقعد نتحسسها ونعمل حاجات غريبة كذا. زين احنا كنا جدا غريبين، يعني بس عشان تفهموا لاي درجة احنا كنا جدا غريبين. لما كنا صغار في يوم من الايام عملنا فتحة في باب بيت جدي الله يرحمه بس عشان حبسونا وما يغسلون الحوش. فلو حابين انه احكي لكم القصة دي في يوم من الايام يعني ما تنسوا انكم تنزلوا تحت تكتبوا لي تحت يعني في التعليقات. لكن بالنسبة للقصة بتاعت اليوم فهي نزلت لانه اغلبية اللي شافوا البوست اللي نزلته زمان تقريبا من يومين وقلت لكم يا جماعة الخير انه ما راح اقدر انزل الحلقة بتاعت اليد الحديدية ان شاء الله يوم السبت، والسبب حق الكهرباء يعني بس الله يصلح الحال. الزبده تبدا القصه بتاعتي انا بالتحديد مع الصلعه دي. في يوم من ذات الايام كنت يا جماعه الخير طبعا ايش كان عندي ايام تقريبا سوري 3 كان ممكن عمري 12 13 سنه يعني. المهم الزبده انه كنت مدمن العاب من وانا صغير اوكي، فبالتالي اول ما اكون قاعد اسوي شيء يعني ما بالضروره اني اكون 100% مركز مع اللي قاعد يحصل تمام. وفي نفس الوقت كان عندي ادمان شديد جدا للرياضه. اول ما اقول لكم ادمان للرياضه يا جماعه انا كنت مدمن لنادي الهلال السعودي بشكل ما طبيعي. ادمان كان واصل لدرجه انه كنت قاعد اصيح لوحده في الصاله واقعد يا جماعه الخير حرفيا اسوي شغب اذا الهلال خسر، وطبعا اخواتي كلهم كانوا بيشجعوا الاتحاد وانا الوحيد اللي كنت هلالي في البيت. الزبده ما علينا، في يوم من ذات الايام الوالد الله يحفظه يا جماعه الخير كان عندي شيء جدا مهم، كان لازم يعمل مكالمه يا جماعه الخير اهميه قصوى 100%. حرفيا يا جماعه الخير اذكر انه ناداني كان الوقت تقريبا على العصريات كذا وقال اسمعني محمد، اعطاني في يدي 10 ريال، قال لي يا محمد الان ابيك تجري، انا عارفك يا محمد انسان سريع، ابيك تجري البقاله بسرعه تجيب لي كرت سوا ب10 وتيجي راجع. قلت له بس، قال لي بس، قلت له ابشر من العين اليمين قبل العين الشمال. رحت يا جماعه الخير جري على البقاله. المهم يا جماعه الخير وانا في البقاله بعد ما اخذت الكرت حق السوا لفيت وجهي يا جماعه الخير واذا برف من الرفوف عليه نقطه ضعف العظمى، الجريده الرياضيه. ما اعرف يا جماعه الخير لغايه اللحظه دي الجريده الرياضيه قاعده بتعمل اشياءها ولا لا يعني، لكن الزبده يا جماعه الخير انه الجريده الرياضيه دي كانت يعني الادمان الثاني حقي بعد الجيم. حتى اذكر في يومها كان مكتوب مدري الهلال غلب الشباب في مباراه ضبابيه ومدري الزبده، يعني الكلام كان جدا يعني محمس. فرحت مسكت الجريده، وطبعا راعي البقاله كان يعني انسان خلوق جدا، هو ما كان خلوق، هو كان 100% يكرهني، اقدر احلف يا جماعه الخير حرفيا كنت ماخذ البقاله حقته المعقل حقي. استغفر الله. والله اذكر يوم من الايام رحت قعدت اعزم اصحابي كذا، قلت لهم تعالوا البقاله يا جماعه اليوم غداكم ولا عشاكم عليه، ورحت وجبت لهم يا جماعه حمضيات وسنيكرز كبير ومدري شيبس البطل ويعني الزبده ضبطتهم. ويوم جيت عند راعي البقاله قلت له سجل على الحساب، طبعا هو ما عجب الموضوع فراح كلم الوالد، يعني تعرفين الوالد الله يحفظه ابو صلعه فاهمين. المهم الزبده ما علينا، نرجع يا جماعه الخير لاحداث اليوم حق الصلعه. المهم الزبده زي ما قلت لكم يا جماعه شفت الجريده الرياضيه، قمت مسكتها يا جماعه الخير وانا زي الحمار حرفيا حطيت ظهري على الكرسي اللي جنب ذا وحطيت رجل على رجل وفتحت الجريده الرياضيه. متخيلين معايا ابوي يا جماعه الخير في البيت الذي لا يبعد 50 متر عن البقاله الان منتظر كرت السوا ينزل له، ولد يا جماعه الخير ماسك الجريده الرياضيه في نص البقاله وقاعد يقرا يا جماعه الخير في الاخبار. برضه ما كنت اقرا قرايه خفيفه، انا كنت اقرا الجريده كلها من الشيخ من الجلده للجلده ولا ما ادري من الصفحه للصفحه. الزبده معلش ضربت المايك. المهم يا جماعه الخير تقريبا وانا في نص القرايه حقت الجريده كذا اذ الاحظ الصلعه كذا مألوفه دخلت البقاله. طبعا يا جماعه الخير ادري اغلبيتكم قمت العافيه اول ما سمع الموضوع ده، وتخيل انا كنت حاسس بايش اول ما شفت الصلعه. الزبده يا جماعه الخير انه اول ما دخلت الصلعه هذه عرفت انها صلعه الوالد طوالي 100% يا جماعه الخير، قمت العافيه. بقيت ما اعرف اسوي ايش، هل اعمل نفسي مجنون ولا والله اعظم اني اصارحه واقلب وجهي اول ما يروح داخل على المخزن، لان البقاله كان فيها مخزن ورا، هو كان داري انه في البقاله هذه. المهم الزبده انه انا كنت حاطط الجريده كذا ومغطى على نفسي، وهو دخل يا جماعه الخير من البقاله، بعد كده وقف عند الكاشير طالع يمين شمال، ما سال الكاشير محمد وين، لا راح طالع بس يمين شمال، بعد كده دخل على جوا. فذيك اللحظه يا جماعه الخير اقسم بالله العلي العظيم كنت كانت نيتي اني احط الجريده واهرب، احط رجلي يا شيخ، بس اقسم بالله العلي العظيم من قوه الخوف اقسم والله يا جماعه الخير عضلات اسفل ظهري تجمدت يا شيخ، صارت كذا لازقه في الكرسي لزقان، فاهمين الفكره كيف؟ ماخذ الكرسي رهينه. زد يا جماعه الخير واذ الاحظ الصلعه مره ثانيه جات عند الكاشير او عند العلم، وما كان كاشير يا جماعه الخير، الطاوله حقت الحساب يعني. وبعد كذا ابوي يسال راعي البقاله وكان اسمه عبد العزيز، قال له يا عبد العزيز شفت محمد؟ قال له يا محمد ولدك؟ قال له ايوه محمد ولدي. المهم زد انه
اذكر في هذيك اللحظه نزلت الجريده شويه عشان اطالع، لقيت اصبع عبد العزيز جاي علي، بعد الاقي ابوي قلب وجهه يا جماعه الخير ويا صمخني واحده، اعوذ بالله ديم، والله العلي العظيم عمري ما انسى الصمخه من قوتها يا جماعه الخير. تقريبا يعني ايش ما طحت، لكني رحت تكيت كذا على جسم واحد. حتى اذكر انه كان تقريبا في البقاله معنا، يعني كان يحاسب على شيء وكان لابس ثوب لكن ما كان لابس غطره، والله عمري ما انسى وجهه يا جماعه. الزبده في ذيك اللحظه يا جماعه الخير طلعت على فوق، واذا الاحظ يا جماعه الخير نظرات الشفقه عليه، تمام. في هذه اللحظه يا جماعه الخير ابوي اخذ كرت السوا ومسكني من يدي وراح البيت، وراح ممثل فيني قدام خواتي كلهم، قال لهم هذا المدري ايش اللي مرسل لي نص ساعه عشان يجيب لي كرت سوا وما جابه والزبده يا جماعه الخير. يعني انه ذاك اليوم انفرشت، ومن يومها يا جماعه الخير عندي يا جماعه يعني احساس غير طبيعي تجاه المواعيد، صرت جدا مركز يا جماعه، والله من جد بعد ما بلعت واحده يا جماعه اقسم بالله خلاص صرت 100% على السيستم، ما عدت تمشي يمين شمال. لكن الزبده خليني احكي لكم الجزء الطريف من موضوع الصلعه هذه نفسها، تمام. طبعا يا جماعه الخير ابوي دائما يروح الحلاق ويحب الصلعه، حتى حاول انه يخليني احلق صلعه كذا مره، لكن رفضت طبعا راح ارفض، يعني انا كان عندي اعتزاز جدا قوي بشعري. الزبده يا جماعه الخير انه يوم من الايام جاني من الحلاق، وكان يا جماعه الخير حالق موس حرفيا صلعته يا جماعه، اقسم بالله كانت بتلمع لمعان مش طبيعي. المهم يوم يا جماعه الخير انا اخواتي، طبعا يا جماعه الخير انا عندي 2 خوات جدا قريبين مني، نحن جدا متقاربين في العمر، تقريبا الاولى اكبر مني بشوي، الثاني اصغر مني على طول. الزبده يا جماعه الخير انه احنا قعدنا بس نلعب كذا، افتحيه ورده سكري ورده حول راس ابوي. الزبده في النهايه كلنا حطينا يدنا فوق راس ابوي يعني على الصلعه كذا وقعدنا ندعي، استغفر الله بدري هذه اشياء وثنيه. لكن الزبده يا جماعه الخير انه اللي صار بعد هذا الموضوع هو اللي يضحك من جد. انا يا جماعه الخير دعيت بدعوه، صراحه بيني وبينكم ما اكذب انا مش متذكر الدعوه هذه ايش بالضبط، لكن الدعوه اللي انا لغايه اللحظه هذه متذكرها انه خواتي الاثنين قاموا دعوا على نفس الدعوه، قالوا يا رب نجيب نفس النسبه. وقتها يا جماعه الخير كانت النتائج جدا قريبه، الزبده انهم دعوا هذه الدعوه وضحكنا مع بعضنا يا جماعه، وفجاه كذا يعني بقول بعد فتره اسبوعين 3 تطلع النتيجه يا جماعه 96.1 اختي الكبيره، 96.1 اختي الصغيره. يا ولد من ذاك اليوم صار في تقديس غبي للصلاه، لغايه اللي حتى ابوي يعني بعد ما سافر يعني جيت الجامعه كذا، استغفر الله يا جماعه هذا الموضوع طبعا كله هزار يعني كله مزح، يعني ما احنا ما نقول هذا كلام جد، لكن الزبده يعني قعدت احط يدي على راسه وادعي لانه كان حالق صلعه يا فجاني. المهم في ناس كثيرة جدا منكم ممكن تشوف انه الطفولة حقتها كانت مميزة بشكل من الاشكال، لكن صدقوني عمركم ما راح تلاقوا واحد حرفيا عمل خطة كاملة عشان يقدر انه يهرب من البيت هو واخته الصغيرة ويروح لدوام امهم ويروحوا يتكوا عندها، ولا مثلا اخوان حرفيا فتحوا فتحة عرضها ممكن كان 15 ولا 20 سنتي، او العرض القطر حقها الزبدة كان في الباب حق بيت جدي الله يرحمه. ولا يا جماعة الخير زي قصص المضاربات اللي انا نزلتها في الجزء الاول حق قصة اليوم اللي احنا هربنا منه من بتاع الشرطة ولا الزبدة ما عارف ايش. فلو حابين يا جماعة الخير انكم تسمعوا قصص اكثر من دون مستقبلا يعني ما تنسوا انكم تقولوا لي تحت في التعليقات، انا بقرا تعليقاتكم كلها يعني وبرد عليها كلها يعني از يو نو، يعني زي ما انتم كلكم عارفين. وفي النهايه يا جماعه الخير لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوا اللايك والاشتراك. كان معكم بيج بوس ومدير كبير، ان شاء الله الفيديو اليد الحديديه حنزل يوم الثلاثاء. السلام عليكم.